السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. الدرس ده هيكون استماع لطلاب اللهجة المصرية فوق المبتدئ upper beginner or intermediate. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيهم أي حد، وهو البيت. خلونا نتعرف على الكلمة دي. البيت هو المكان، هو المبنى اللي بنعيش فيه. بيحميك من الجو، سواء كان الجو بارد، بيحميك من الجو الحر. لو الجو حر بره، برضو البيت بيحميك من الجو الحر. المكان اللي بنستريح فيه، المكان اللي بنبيت فيه، اللي بننام فيه، اللي بناكل فيه، اللي بنعيش فيه مع أقرب الناس لينا. اللي بنعيش فيه مع أقرب الناس لينا. طبعا البيت ده حاجة مهمة في حياة أي إنسان. أي إنسان لازم يكون عنده بيت عشان يعيش كإنسان مع الناس اللي بيحبها ومع الناس القريبة ليه، يعني مع عيلته، مع أهله. اللي ما عندوش بيت بنقول عليه متشرد، اللي بيعيش في الشارع، اللي ما عندوش بيت يحميه من الجو، يحميه من الأعداء، يحميه من المخاطر، مكان ياكل فيه وينام فيه ويستريح فيه، بنقول عليه متشرد. طبعا البيت ده نعمة كبيرة جدا، ولازم نحمد ربنا على نعمة البيت. طيب، آه البيت، كل بيت فيه أوض. كلمة أوض جمع أوضة. عندنا أوضة النوم، المكان اللي بننام فيه. أوضة النوم، مرة تاني، أوضة النوم. أوضة النوم بيكون فيها الأساس الحاجات الموجودة في الأوضة. بيكون فيها سرير، بيكون فيها ممكن مكتب، بيكون فيها كرسي، بيكون فيها مراية. كل واحد بقى على حسب أوضة النوم اللي بتاعته اللي موجود فيها. الأوضة التانية اللي بتكون موجودة في البيت هي أوضة الصالة أو الصالة. احنا بنقول عليها في اللهجة المصرية الصالة. الصالة هي مركز البيت، قلب البيت. بتكون فيها الحركة كلها، والناس اللي عايشين في البيت بيتقابلوا في الصالة، لأنها بتكون يعني كده في منتصف البيت. وكمان لما يجيلك ضيوف بتقابلهم غالبا في الصالة. الصالة أو هي أوضة الجلوس أو غرفة الجلوس في العربية الفصحى. الصالة أحيانا كتير جدا بيكون فيها تلفزيون. طبعا بيكون فيها الأنتريه، الكنب، الكراسي والتلفزيون عشان تتفرج براحتك على التلفزيون. تتفرج على التلفزيون. من الأوض التانية الموجودة في أي بيت هي أوضة المطبخ. بس احنا مش بنقول أوضة المطبخ، بنقول المطبخ. مش لازم نقول أوضة المطبخ، بنقول المطبخ. المطبخ المكان اللي بنعمل فيه الأكل، مكان الطبخ. طبعا في أدوات مهمة جدا في المطبخ بتساعدنا على طبخ الأكل، زي الفرن أو البوتوجاز، زي الخلاط، ميكسر، الخلاط اللي بيخلط الطعام، اللي بيعمل العصير، الخلاط. وحاجات كتير قوي في المطبخ زي الميكروويف، وحاجات كتير قوي. طبعا أنا بحب المطبخ لأني أنا بحب الطبخ. بحب أدخل المطبخ، أطلع مكونات الأكل وأعمل الأكل اللي بحبه. ودي هواية الطبخ.
ايه تاني موجود في البيت يا جماعة؟ موجود أوضة المكتب اللي فيها مكتب وفيها كتب، وممكن تقعد في أوضة المكتب تذاكر، تدرس، تركز. ممكن يكون فيها كمبيوتر أو لابتوب وتذاكر وتدرس في أوضة المكتب. إيه تاني موجود في البيت يا جماعة؟ طبعا الناس مختلفة، في الغني وفي الفقير، وفي اللي بين الغني والفقير، في اللي بيته كبير جدا وأدوار كتيرة وعنده جنينة واسعة وعنده حمام سباحة، حمام سباحة يعوم فيه، وفي اللي بيته صغير، شقة صغيرة فيها الحاجات الأساسية بتاعت اللي بيحتاجها أي إنسان. فالناس مختلفة في البيوت زي ما هي مختلفة في الغنى والفقر. اوكي سو ده البيت يا جماعة، البيت، واحنا اتكلمنا على مكونات البيت. عايزين بقى نتكلم عن الجمل اللي بنستخدمها او المصريين بيستخدموها مرتبطة بالبيت والحياة السكنية او الحياة الأسرية. اكتر الجمل الموجودة متعلقة بالبيت أو الأمثال المتعلقة بالبيت: اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. وده مثل مشهور جدا في اللهجة المصرية. اللي بيته من إزاز، إزاز يعني glass. If your house made of glass, don't throw other people with like ما تحدفش الناس بالطوب with stones, because your house is made of glass. اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. طبعا المثل ده بحبه جدا. ليه معاني مهمة جدا، ليه معاني مختلفة. إنك لو بيتك ضعيف من إزاز ما تحاولش آه تتريق على الناس، ما تحاولش تهجم الناس، تهاجم الناس، لأنك أنت أصلا عندك مشاكل. يعني ما تشوفش المشكلة عند صاحبك أو أخوك وتنسى نفسك، لأن نفسك مليانة مشاكل. وده كان موضوعنا عن البيت في اللهجة المصرية. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل كومنت، ما تنساش تكتب كومنت، ما تنساش تعمل لايك. وعايز اقتراحاتكم لفيديو جديد ممكن نتكلم فيه باللهجة المصرية أو موضوع جديد. اكتبوا لي اقتراحاتكم في التعليقات من تحت. ولو حابين تتعلموا عربي أو لهجة مصرية أو قرآن مع مدرسين محترفين، تواصلوا على الواتساب من خلال الرقم اللي هسيبه. والسلام عليكم.